ازيكم يا حبايب قلبي متابعين بسمة الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. النهارده قلت كده بقالي كام يوم ما كنتش بصور لكم فيديوهات. كنت طبعا ده سجل ربنا يشفيها بخلص لها ورق العملية. ف دي كده معناها هنشوي النهارده فراخ على الفحم. معايا بصل، معايا طماطم، معايا فلفل احمر، ومعايا فلفل اخضر وليمون وتوم. والبهارات نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة بهارات مشكلة، نص معلقة كمون، نص معلقة بابريكا، ربع معلقة كده كزبرة، معلقة واحدة ملح. دي بهارات للشوي. وهنا معايا الطماطم بتاعتي، معلش اسفة، معايا الفراخ هنا حطها في محلول نقع. حاطه لها برضو خلطة بهارات كده وخل وليمون وملح وسكر. بقى نشوف هنا هنعمل ايه. معايا الخلاط كده حاطه فيه معلقه من الخل و3 معالق من الزيت، ومعايا معلقه من المستردة كده. هننزل كل الحاجات دي. بصوا كده بننزل بالمستردة بتاعتي، هننزل بكل الحاجات اللي عندي. ماشي، هناخد البهارات اهي. خلاص نزلنا بالبهارات. هننزل كده بالفلفل. ماشي، وننزل بالطماطم. نمشي. بصوا كده نزلت بكل حاجه عندي، وعدت شويه ميه صغيرين، وهاخد ده كله على الخلاط اضربه كويس ونرجع لكم تاني. بصوا كده طلعت الفراخ من هنا اهي وصفيتها، وهنا الخليط بتاعي جاهز. هنبدا نحط شويه هنا كده. ماشي، انا مقطعه الفراخ بتاعتي بالسوق الورك جزئين. هننزل كده، ودي صفحه الورك كده اهو عشان تبقى متعصه كلها متبله كويس. وبرده الكتف مقطعاه الى جزئين عشان تبقى مستويه كويس، ما تكونش فيها اي دم. وننزل تاني كده بدور تاني من الخليط. عايزين تحبوها تقطعوها قطعه واحده براحتكم. انا عشان جايبه الفرخه 2 كيلو فالمنابات كبيره، فانا ايه حبيت ان انا اقطعها الى جزئين، الورك جزئين. هنخليها كلها مغطيه حلو كده بالخليط. دول فرختين اللهم بارك. بصوا بسم الله ما شاء الله من الكميه اللي طلعت. نقلب ده كله كويس كده. وطبعا يعني افضل انكم تعملوها قبلها بيوم، بس انا طبعا هشويها النهارده فاهمين. فانا عشان كده ايه يعني الاحسن تتبلوها زي كده من قبلها بيوم وتحطوها في التلاجة. انا كده اهو هحطها في التلاجة، وقبل ما اشويها بقى هنوريها لكم احنا بنشويها على الفحم تكون عامله ازاي. كده الفراخ اهي. بصوا كده الفراخ اهي حطيناها، خدت اول ايه صدمه كده، وقلبناها الناحيه التانيه عشان ما تنحرقش، تبقى من ناحيه محروقه وناحيه لا. بصوا الولعه تحت منها عامله ازاي. دي كوالح على فحم يعني مش كلها فحم. احنا جبنا بتاع نص كيلو فحم كده ب10 جنيه، والباقي عندي كوالح ذره حطيتها عليها اهي. بصوا كده بنمسكها نقلبها من الوقت للتاني كده اهو عشان خاطر ايه
متبقاش محروقة كده. بصوا شكل الفراخ بتاعتي. طبعا طول ما انا قاعده بهولها كده عشان طبعا الولعه بتاعتي ما تطفاش. بصوا بسم الله ما شاء الله، مش قادره اقول لكم الريحه قلب الجيران كلها. طبعا احنا فوق السطوح فالريحه فايحه في كل مكان. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا حاجه تحفه. انا مدمنه الفراخ، بعشق حاجه اسمها فراخ. بصوا كده الفراخ عامله ازاي. بصوا انا شلت قلب توب كمان عشان خاطر لقيت التوب ايه كده النار هتبقى واطيه عن اللحمه، فشلت قلب من التوب كده. اجمل فراخ مشويه مع اجمل صينيه بطاطس في الفرن مع الطوميه الجميله. بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله. ادعوا لنا بقى بالف هنا. ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في قناتي مطبخ بسمه. اسيب لكم الوصفه كامله في صندوق الوصف. بصوا يا حبايب قلبي، ده انا ولعت الولعه اهو. طبعا انا رصيته بقى السطح كده. بصوا شايفين رصيته كده، ولعت حطيت فحم وحطيت كوالح وحطيت شويه، مستنيه بس الولعه تصفى شويه ونبدا نحط الفراخ بتاعتي. بصوا الفراخ بسم الله ما شاء الله كانت في التلاجة. بس ريحتها اصلا والله عايزه تتاكل نيه مش مشويه. بصوا كده احنا حطينا الفراخ اهيت